مواعيد مباريات ذهاب وإياب دور 16 من دوري الأبطال. الكشف عن القوائم النهائية لجوائز جلوب سوكر. لابورتا يعقد اجتماعا مع رايولا. تشافي يعلق على القرعة ومواجهة نابولي. بايرن ميونخ يسهل انضمام روديغير لريال مدريد. راموس: سأدافع عن باريس ضد الريال. مانشستر يونايتد يقرر إغلاق مقره التدريبي بسبب الكورونا. ما رأيك بتصريحات راموس ضد ريال مدريد عقب القرعة؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والآن إلى التفاصيل. أقيمت اليوم قرعة دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تتنافس الأندية الأوروبية على حصد اللقب، وتأهل مانشستر سيتي وليفربول وأياكس أمستردام وريال مدريد وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وليل ويوفنتوس إلى دور 16 من البطولة، في حين تأهل تشيلسي وريد بول سالزبورغ وفيا ريال وبنفيكا وإنتر ميلان وسبورتينغ لشبونة وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان في المركز الثاني. وتقام مباريات الجولة القادمة خلال شهري فبراير ومارس، حيث تقام المباريات الأولى ما بين 16 أو 15 ثم 22 أو 23 من فبراير، وستقام مباريات الإياب بين 9 أو 8 من مارس ثم 15 أو 16 من ذات الشهر. كشف الحساب الرسمي لجوائز جلوب سوكر عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن القوائم النهائية المرشحة لجوائز الأفضل لعام 2021، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز خلال الحفل الذي سيقام في فندق آرماني بمنطقة برج خليفة مساء 27 من ديسمبر الجاري. وجاءت القوائم النهائية للجوائز كالتالي: أولا، المرشحين لجائزة أفضل لاعب: كريم بنزيما، روبرت ليفاندوفسكي، كيليان امبابي، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح. ثانيا، أفضل فريق للرجال: الأهلي المصري، الهلال السعودي، أتلتيكو مدريد، تشيلسي، فلامينغو، مانشستر سيتي. ثالثا، المرشحين لجائزة أفضل مدافع: الترند، ألكسندر أرنولد، سيزار أزبيليكويتا، ليوناردو بونوتشي، جورجيو كيليني، روبن دياز، أنطونيو روديغير. رابعا، المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى: تيبو كورتوا، دوناروما، إيميليانو مارتينيز، إدوارد ميندي، مانويل نوير. المرشحين لجائزة أفضل مدرب: ديدي ديشامب، هانز فليك، بيبي غوارديولا، روبرتو مانشيني، ليونيل سكالوني، توماس توخيل. المرشح لأفضل فريق وطني: الأرجنتين، البرازيل، فرنسا، إيطاليا، المغرب. أكد الخبير في سوق الانتقالات فابريسيو رومانو أن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا عقد اجتماعا مع مينو رايولا وكيل أعمال اللاعبين. وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على تويتر أن لابورتا تواجد في إيطاليا على هامش حفل صحيفة توتو سبورت، والتي تمنح جائزة الفتى الذهبي والتي توج بها بيدري. ونوه رومانو أن العلاقة بين لابورتا ورايولا رائعة منذ سنوات، مشيرا أن برشلونة راقب إيرلينغ هالاند وبول بوجبا والعديد من المواهب الأخرى الذين يمثلهم رايولا. وقال رومانو إن الاجتماع بين لابورتا ورايولا وماتيو أليماني كان من المقرر أن يقام في الأسبوع الماضي. علق تشافي إرنانديز المدير الفني لبرشلونة على مواجهة نابولي في قرعة ملحق دور 16 من الدور الأوروبي. وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا قد أعلن عن مراسم ملحق دور 16 من الدور الأوروبي، وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية بين برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي في ملحق دور 16. وسئل تشافي عن مواجهة نابولي، حيث قال في مؤتمر نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو: لقد حصلنا على قرعة صعبة، إنه أحد أصعب المنافسين، منافس قوي على مستوى دوري أبطال أوروبا. وواصل: الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة لنا، لكنها ظروف النادي ولدينا الكثير من الرغبة. بطريقة ما سنحاول تغيير الديناميكيات، من الطبيعي أن يصاب الناس بخيبة أمل وكذلك نحن، لكن علينا إعادة البناء وإنهاء العام بشكل جيد.
وأردف: علينا أن نستعيد أنفسنا، إنها مرحلة صعبة كما قال داني ألفيش، لكن يجب علينا جميعا التجديف في نفس الاتجاه. كشف الصحفي الإيطالي فابريسيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا عن آخر التطورات المتعلقة بمستقبل المدافع الألماني أنطونيو روديغير مع تشيلسي في الموسم القادم. وينتهي تعاقد روديغير مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق حول توقيع عقد جديد حتى الآن. وكتب رومانو عبر الفيسبوك: روديغير في محادثات مع تشيلسي بشأن توقيع عقد جديد منذ شهور، لكن الاتفاق ما زال بعيدا. وأضاف: ريال مدريد يريد التعاقد مع المدافع الألماني في صفقة حرة، أما بايرن ميونخ فليست لديه أي خطط لدفع الراتب الذي طلبه روديغير في حين انسحب توتنهام من السباق. يذكر أن الخلاف بين تشيلسي وروديغير هو مالي فقط لا غير، حيث أبدى اللاعب رغبته في أكثر من مناسبة بالاستمرار، لكنه اشترط راتبا يرفض النادي اللندني دفعه. واستعاد روديغير مكانه في التشكيل الأساسي لتشيلسي منذ أن تولى مواطنه توماس توخيل قيادة الفريق خلفا لفرانك لامبارد، وقدم بعدها مستويات رائعة. ظهر نجم باريس سان جيرمان الدولي الإسباني سيرخيو راموس في مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام على هامش تواجده في مدريد من أجل افتتاح صالته الرياضية. واستهل راموس حديثه عن قرعة ثمن النهائي في دور الأبطال قائلا: في الواقع تمنيت لو كانت أمام فريق آخر، لدي الكثير من المودة تجاه ريال مدريد، هذا لن يغير شيئا، سأفعل كل ما في وسعي لمساعدة فريقي. وأضاف: أحب ريال مدريد والمشجعين ولن يتغير ذلك، حان الوقت لمواجهة الحاضر، أنا لاعب في باريس وسأدافع عن فريقي. ريال مدريد يمر بوقت جيد، لكن لا يزال هناك شهور على هذه المباراة. وزاد: حان دوري للدفاع عن فريقي وهو باريس. وبين في سؤال حول العودة إلى البرنابيو: سيكون مزيجا من الأحاسيس، كنت أتمنى ألا تحدث هذه المواجهة، لكن العودة إلى المنزل بعد عام الوداع أمر ممتع للغاية، كنت أرغب في أن يكون الأمر بخلاف ذلك، ولكن هذا هو الحال. أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني عن إغلاق مقره التدريبي بسبب تفشي فيروس كورونا في النادي. وقال النادي: يعلن مانشستر يونايتد أنه عقب ظهور إصابات بالفيروس بين اللاعبين والجهاز الفني تم اتخاذ القرار بإغلاق المجمع التدريبي لمدة 24 ساعة للحد من انتشار العدوى. وزاد: يتم عزل الأفراد الذين ثبتت إصابتهم وفق البروتوكولات الدوري الإنجليزي. وأكمل: ناقش النادي مع رابطة الدوري الإنجليزي ما إذا كان من الآمن إقامة مباراة يوم الثلاثاء ضد برينتفورد على أن يتم تأجيل سفر الفريق إلى لندن في انتظار نتيجة المناقشة.